أنت عارف إن في حاجة لو عرفتها ممكن تقلب حياتك 180 درجة، حاجة ممكن تخلّيك أقوى وقت الفشل، الحاجة دي بتخلّيك أكتر نجاح في الشغل أو في التعلم أو أي حاجة بتعملها، والحاجة دي ببساطة هي growth mindset عقلية النمو، وصدّقني العلم بيقول إن ده مفتاح النجاح، لو مستعد تغيّر حياتك يالّا بينا. دي الحلقة الأولى من سلسلة مثلث MIE، والسلسلة دي هنتكلم بكل تفصيل عن كل عنصر من عناصر المثلث. أنا يوسف عصام، وهدفنا في القناة دي إن إحنا نحقق أهدافنا ونطوّر مهاراتنا بأفضل طريقة ممكنة وبأسرع وقت ممكن. الgrowth mindset أو عقلية النمو مش مجرد مصطلح، دي فكرة ثورية أطلقتها الدكتورة كارول دويك أستاذة علم النفس في جامعة ستانفورد. الفكرة ببساطة إن الناس اللي بيؤمنوا إن قدراتهم قابلة للتطوير مع الوقت والمجهود دول فعلا بس هما اللي بينجحوا، على عكس الناس اللي عندهم fixed mindset عقلية ثابتة بيشوفوا إن النجاح معتمد على موهبة بس. الدكتورة كارول دويك بتقول لك the view you adopt for yourself profoundly affects the way you live your life. بتقول لك نظرتك لنفسك هي اللي هتحدد بشكل كبير الطريقة اللي أنت بتعيش بيها حياتك. سنة 2006 نشرت كارول دويك كتابها الشهير Mindset The New Psychology of Success، وده كان نقطة تحول في فهمنا للتعلم والنجاح. كارول جربت تدي مسائل صعبة جدا للأطفال. الأطفال اللي عندهم عقلية النمو خدوا المسائل دي على إنها تحدي، لكن الأطفال اللي عندهم عقلية ثابتة قالوا إحنا مش أذكياء كفاية عشان نحل المسائل دي. المستفاد من التجربة دي إن الناس اللي عندهم عقلية النمو بيقدروا يحسنوا أدائهم بشكل أسرع، حتى لو فشلوا بيقدروا يتعلموا من أخطائهم ويحاولوا تاني. توماس أديسون اخترع المصباح بعد أكتر من 1000 محاولة فشل، وقال أنا ما عرفتش الفشل، دي مجرد طرق وصلتني للنجاح. أوبرا وينفري اتفصلت من أول شغلانة ليها كمذيعة بحجة إنها مش موهوبة، دلوقتي هي واحدة من أنجح الإعلاميين في التاريخ. طب بعد كل الأمثلة دي كلها وكل الناس اللي نجحوا واللي عندهم عقلية النجاح دي، أنا أقدر أستفاد بيها إزاي أو أقدر أوظّفها لنفسي إزاي؟ احتضن الأخطاء، بدل ما تشوف إن الفشل كارثة عمرها ما تتحل، لأ شوف أنا اتعلمت إيه من الحاجة دي، ركّز على المجهود مش النتيجة. العالم النفسي مارتن سليجمان قال النجاح مرتبط بالمثابرة أكتر من اتحدى نفسك باستمرار، اتعلم مهارة جديدة، حتى لو حاسس إن المهارة دي صعبة جدًا. دماغك عنده حاجة اسمها neuroplasticity، الحاجة دي معناها إنك حرفيًا ممكن تعيد برمجة دماغك مع الوقت. لازم تطبّق عقلية النمو في أي حاجة بتعملها. في التعلم لمّا تيجي تتعلم أي حاجة صعبة ما تقولش دي مش هاقدر أعملها أو مش هاقدر أتعلمها، قُل أنا لسه ما عرفتهاش كويس لكن مع الوقت هاقدر أتقنها. في الشغل لو مشروعك فشل ما تقولش أنا فاشل، قُل إيه اللي ممكن أعمله يطلع أحسن من المرّة اللي فاتت ب1000 مرّة. في العلاقات ابني العلاقات على التطور مع بعض مش على الكمال. دراسة من جامعة ستانفورد أكدت إن الطلبة اللي عندهم عقلية النمو بيحصلوا على درجات أعلى بنسبة 25% مقارنة بزمايلهم. جامعة هارفارد أكدت إن العقلية دي مش بتأثّر بس على النتائج العملية، لا دي كمان بتأثّر على الصحة النفسية لإنها بتقلل التوتر الناتج عن الفشل. عقلية النمو مش بس فكرة، دي أسلوب حياة. لو صدّقت نفسك إنك تقدر تتحسّن هتتحسّن فعلًا. اسأل نفسك إيه المهارة اللي نفسي أبدأها أو أطوّرها وابدأ فيها دلوقتي. لو استفدت فعلًا من الحلقة شارك الحلقة مع غيرك، لو في نقطة ما قدرتش أوضّحها لك اكتب لي النقطة دي وأنا بإذن الله هاقدر أوضّحها لك، وشكرًا ليكم.